هو انتوا كأسرة عايزين الأسرة دي تنجح، ولا عايزين لما تحصل مشكلة انت السبب انت السبب انتوا السبب ونشوف مين السبب؟ اكيد عايزين الأسرة تنجح، او المفروض تكونوا عايزين كده. لو عايزين كده ما نقعدش بقى نفتي. الدين بتاعنا سبحان الله عمل كل كبيرة وصغيرة معروف أولها من آخرها. مفيش حاجة، حتى التخبيط على الباب قاله لنا، حتى الاستئذان قبل ما تدخل قاله لنا. ما ساب لناش حاجة، ما ساب لناش أي حاجة. عمل رولز وقواعد تمشي عليها في كل حاجة، خصوصا في الأسرة وفي كل حاجة في الدنيا. طيب إيه اللي ربنا سبحانه وتعالى قاله؟ ربنا قال إن الجواز ده كأنه شركة وعين لها مدير. من هو المدير؟ المدير هو الراجل، بما ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الراجل هو اللي قوام. ادى القوامة للرجل. يعني ايه ادى القوامة؟ يعني ادى الادارة للرجل. بايه؟ بالشخط والنطر وانا الراجل واقعد كده احط رجل على رجل وانا الراجل وانتي تخرسي وانتي تسكتي واعمل، لا خالص. بايه؟ بحاجتين: بما انفقوا، ودي معروفة انك انت المسؤول الاول والاخير عن الانفاق في المنزل. مفيش حاجة اسمها اني انا الوم مراتي على اي نفقات هي المفروض تجيب فلوس. لا، هي لو جابت فلوس دي اسمها صدقة. لو ما جابتش فلوس انت المسؤول الاول والاخير، والا ما تتجوز. ده اول حاجة. يبقى القوامة شرطها الاساسي بما انفقوا. الشرط الثاني: وبما فضل الله بعضهم على بعض. ايه هو اللي فضل الله بعضهم على بعض؟ القدرة على الرعاية، على الحماية، على الاحتواء، على انك تشعرها بالانتماء، انك تكون راجل. تكون راجل مش معناها انك تشخط وتنطر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش بيعمل كده، والا اذا قدوتك حد تاني غير الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول كان بيحتوي النساء بتاعته، كان راجل بمعنى الكلمة، كان قدوة ليهم بيقتدوا بيها. وأنا واثقة ومتأكدة إنك علشان تكون مدير صح لازم تكون قادر على إدارة الشركة دي اللي هي الأسرة. لازم تكون قادر على إدارتها. لازم تكون شخصيتك قوية، حنين، محترم علشان يحترموك. لازم يحترموك. مفيش حاجة اسمها أصل أنا مراتي قليلة الأدب وبتعلي صوتها عليا. لو بتعلي صوتها عليك يبقى انت لا تصلح للاداره اصلا. اصلا مفيش مدير ينفع. لو انا صاحبه شركه وجي مدير بيشخط فيه كل من هب ودب، هرفده فورا. ده ما يصلحش للاداره. الراجل اللي مراته بتهزقه لا يصلح للاداره، لا يصلح للقوامه، لان ربنا قال بما فضل الله بعضهم على بعض. ودي القوة والقدرة على الإدارة. لازم تحتوي مراتك، لازم تحبها، لازم تحسسها إنها ملكة، لازم تحترم نفسك، ولازم تخلي كل فرد في الأسرة يحترمك. مفيش حاجة اسمها تتهاون وتتجاوز في حقوقك كشخص محترم، ومفيش حاجة اسمها تتجاوز عن واجباتك كشخص محترم. حقوقك زي واجباتك، الاتنين لازم يكونوا مع بعض. ما تقولش ليا واجبات، ليا حقوق ومش عليا واجبات. دي كارثة، دي كارثة عمرها ما هتحصل. الاتنين حقوق وواجبات، تبقى زي الفل. تخلي مراتك تنتمي إليك، تخلي مراتك انت ملك وهي أميرة.